السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على مدونة جلوبال برو. نرحب بكم اليوم في شرح مختص بمجال الاختراق. سأقوم بشرح كيفية التجسس على كل من معك بالشبكة بطريقة سهلة. إخواني الكرام، ما عليك سوى ما ستحتاج هو نظام اللينكس. بعد ذلك سأقوم بتتبع الخطوات التي سأقوم بشرحها. هذه هي الأوامر التي سنحتاجها، ستجدونها أسفل الفيديو. سنقوم بفتح التيرمينال. بعد ذلك سنقوم بكتابة هذا الأمر الأول ويب سبلوات كما تلاحظون إخواني الكرام، ثم لصقه هنا، ثم الضغط على انتري وننتظر قليلا حتى يتم فتح الأداة. ثم بعد ذلك سنقوم بكتابة الأمر الثاني، ثم نضغط على انتري. بعد ذلك سنقوم بكتابة هذا الأمر الثالث، ثم نضغط على انتري، ثم نقوم بكتابة الأمر الآخر، ثم نضغط على انتري وننتظر، ثم نقوم بكتابة هذا الأمر، فهو خاص بكتابة لكي نقوم بكتابة IP الروتر الخاص بك. فإذا أردت أن تقوم بالبحث عن IP الروتر الخاص بك ستقوم بالذهاب إلى CMD ثم كتابة IP config. كما تلاحظون ستجدون IP الروتر الخاص بك إخواني الكرام، ثم تقوم هذا هو IP الروتر الخاص بك، ثم نضغط على انتري. بعد ذلك سنقوم بكتابة هذا الأمر الخاص بإي بي الضحية الذي تريد التجسس عليه ومراقبة كل ما يفعله أخي الكريم. سأقوم هنا بكتابة إي بي الضحية. أنا سأقوم باختيار أحد إي بي معين على سبيل الشرح فقط. أنت ستقوم باختيار إي بي متصل معك على نفس الشبكة. ستقوم بكتابته هنا، ثم بعد ذلك ستقوم بالضغط على انتري، ثم ستقوم بكتابة هذا الأمر الخاص باختيار نوع التجسس الذي تريده أخي الكريم. ستقوم بالضغط على بعد ذلك هنا كما تلاحظون أربع أنواع التجسس. التجسس الأول هو التجسس على الباسوردات التي يقوم بكتابتها الضحية. إذا أردت اختيار هذا التجسس ما عليك سوى كتابة هذا الأمر هنا أخي الكريم. بعد ذلك هذا الخيار الثاني هو الخاص بالتجسس على الرسائل التي يكتبها الضحية أخي الكريم. الخيار الثالث هو التجسس على الروابط التي يقوم بكتابتها الضحية، أي الروابط التي يقوم بفتحها. الخيار الرابع هو الصور التي يقوم الضحية بفتحها. مثلا ستقوم بكتابة ستختار أحد أنواع التجسس الذي تريده، مثلا على سبيل المثال هذا، ثم سأقوم بكتابته هنا، ثم الضغط على انتري، ثم الضغط على ثم كتابة هذا الأمر، ثم ننتظر قليلا. بعد ذلك أي شيء يقوم به الضحية سيظهر لك أخي الكريم. كما تلاحظون إن بطاقة لنا نافذة، فستجد هنا أي شيء يكتبه الضحية أو رابط، أنت على حسب نوع التجسس الذي اخترته أخي الكريم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستفادتكم، ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا في اليوتيوب والضغط على زر لايك ثم ترك لايك تحفيزي، وإلى اللقاء.